السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من حل الغاز شطرنج. النهارده مستوى الصعوبه هيكون عالي شويه. يعني مثلا تعال نبدا على طول باول مثال. اول موقف معانا ده اللاعبين تقييمهم 1600. طبعا دلوقتي الدور على الاسود، عاوزين افضل نقله للاسود. الابيض لعب الفيل في الدي 3، علشان كان قبل النقله دي على طول كان الموقف كده. كان الوزير ضاغط على المربع ال H2 هو والطابية وبيهدد بيه كشمات. فالابيض لعب نقلة الفيل بحيث ان هو يحمي المربع ده بالوزير والملك. الدور دلوقتي على الاسود وعاوزين افضل نقلة. الاسود دلوقتي متاح ليه ان هو ياكل العسكري ده اللي هو في الاف 3 ويهدد بكش ملك. تعال نكمل كده مع بعض. كش ملك. طيب الابيض دلوقتي عنده كام حل علشان يمنع الكش؟ ممكن يجي بالوزير في المربع ده عشان يمنع الكش، وممكن يتحرك بالملك في المربع ده. طيب تعال نجرب كده الأول. لو الملك اتحرك في المربع اللي هو الجي 1، في حل دلوقتي عندنا نقدر نقول كش ملك بالطابية بالطريقة دي. وطبعا الملك ملوش حركة في العمود ده ولا هنا ولا هنا علشان الوزير، فلازم يغطي الكش دي. فممكن يغطي الكش دي بالوزير عن طريق يجيب الوزير هنا في الجي 2، وفي الحالة دي الوزير هياكل عادي جدا ويبقى كش ملك مات. طيب تعال نشوف حل تاني. لو احنا جينا بالفيل وحمينا المربع ده كده بالطريقة دي، هيكون قدامنا برضو الحل ان احنا ناكل بالطابية ونقول له كش ملك. يا اما يرجع يغطي بالوزير وساعتها برضو هيبقى كش ملك مات، او يا اما ان الملك يتحرك في المربع ده. فالملك لو اتحرك في المربع ده هنقول له برضو كش ملك. ملوش غير المربع ده اللي هو الجي 1 هيروح فيه، ويبقى كده الملك مقفول عليه المربعات دي كلها. فاضل بس ان احنا نقول كش ملك. فلو جينا بالطابية في المربع ده كش ملك بدون حركة في أي مربع خالص. دي طبعا في حالة إن الملك يتحرك في المربع. طيب النقلة الأحسن إنه يجيب بالوزير يحمي المربع الجي 2. بعد كده هيكون عندي الفرصة إن أنا هاكل الفيل ده عادي جدا. ساعتها الأبيض ممكن يلعب النقلة دي، يقول لي كش ملك. طبعا هتحرك عادي جدا. لو هو أكل مثلا هحاول إن أنا أتحرك بالملك زي حركة زجزاج كده. لو هو كشني هطلع برضو اقرب من الوزير لغاية ما يكون في فرصة مثلا ان انا اوقف الوزير قدام الوزير. حتى بعد كده لو هو اكل وزير في وزير واتحرك، وانا ممكن بعد كده اكل الفيل عادي جدا ويبقى اند جيم في تفوق طبعا للاسود. هو طبعا بيحاول يحمي، وعندي طبعا عسكري سالك في عمود الاتش. ممكن بعد كده ان انا العب على الجنبين، يعني ان انا اهدد هنا بالملك وان انا اهدد هنا بالعسكري، يبقى كده تفوق للاسود. طيب تعالى كده مع بعض نشوف اللغز رقم 2. اللغز ده ما بين لاعبين تقييمهم فوق ال2000. اللغز ده فيه تضحية جميلة جدا بالوزير. قبل اي حل عايزين بس نعرف تحليل الموقف الاول علشان نفكر بعد كده هنلعب ايه. عندي اول حاجة الطابية في عمود الاتش، فمنع الملك ان هو يتحرك في المربعات دي. تمام. وعندي في الجنب التاني برضو الوزير ضارب الخانة دي، فمانع الملك من يتحرك في المربع اللي هو ال F1. فكده طبعا من التحليل احنا محتاجين بس كش ملك علشان نكسب. كش ملك ممكن نعملها ازاي؟ عن طريق مثلا الحصان. مثلا لو جينا الحصان في مربع ال F3 وقلنا كش ملك، كده المفروض كش ملك مات. لا، في عسكري واقف هياكل الحصان عادي جدا. يعني مثلا لو احنا جينا بالحصان هنا هياكل بالعسكري عادي جدا وتفوق للابيض. اذا الكش بالحصان هنا مش نافعه. طب لو جينا بالحصان قلنا هنا كش ملك، الطابية طبعا هتاكل الحصان. فأنا مثلا لو كلت الطابية بالوزير فهو عنده هنا كش ملك مات، فطبعا ما ينفعش ان انا اقول كش ملك بالحصان. الحل بقى بتاع اللغز بطريقة كده جميلة. عندي هنا العمود اتش مفتوح للطابية، وعندي الحصان قافل المربع اللي هو الاي 2. فانا بس كل اللي انا عايزه ان الملك يجي في المربع ده اللي هو الاف 1 بحيث ان الطابية تنزل بكش ملك مات. الحل هيكون عن طريق الوزير، ان انا اجي هنا في المربع ده اقول له كش ملك. طيب عنده حل من الاتنين. لو انا جيت كده قلت كش ملك، عنده حل من الاتنين. يا اما ياكل بالطابية وفي الوقت ده اقدر اقول كش ملك عادي جدا بالحصان ويبقى كده كش ملك مات.
تعال نجرب لو اكل كش ملك، ملوش اي حركة لا هنا ولا هنا، والحصان محدش يقدر ياكله. تمام. الحل التاني ان هو ياكل الوزير، فلو اكل الوزير عند الطابية كش ملك مات. طبعا ما ينفعش الملك يتحرك هنا علشان الحصان قافل المربع ده. فالحل طبعا جميل جدا وتضحية جميلة جدا للوزير ان انا اقول كش ملك لازم ياكل، واقول له كش ملك مات. طيب في اللغز رقم 3، ما بين لاعبين تقييمهم ما بين 1700 و 1800. فجينا لو حللنا الموقف ده هنلاقي ان في عساكر الاسود قريبة جدا من الترقية، والفيل ضارب الوتر ده العسكري وكمان الطابية عشان نحل لغز ويبقى في مكسب للأبيض. عندي هنا عسكري الأبيض حامي المنطقة دي اللي هي جي 7. لو أنا جيت قلت بالطابية كش ملك، طبعا الملك على خط الفيل، فأقدر أكل الفيل عادي جدا ويبقى معايا طابية فرق عن الأسود. فمع بعض لو جينا قلنا كش ملك هيتحرك آكل الفيل، وبعد كده بقى الأسود يعمل أي حاجة، يحاول يتحرك مثلا عاوز يرقي، أنا هقف طبعا بالطابية. هنحاول برضو يرقي في الجنب التاني، هاكل بكش هيتحرك، ارجع تاني في الصف الاخير بحيث ان انا همنع الترقية. هيحاول يأمن، طبعا كل المحاولات مش ملهاش فايدة، انا هطلع بالملك عادي جدا. هيطلع هاكل، عاوز يرقي طبعا هاكل. الملك الاسود عاوز يمنع ترقية الابيض، هقف بالطابية احمي، هيقف عادي جدا. طبعا هنا عندي كذا حل، ممكن اسيب له العسكري خالص، هو هياكل واطلع انا اهدد العسكري التاني. عاوز يتحرك اقف بالطابع هنا عشان امنعه انه يتحرك في العمود الجي، علشان بعد كده امن العسكري ده ان هو ايه يرقي ويتحرك عادي جدا بسهولة. كده جبت وزير يتحرك في اي مكان، انا بس اضيق عليه المساحات. كش ملك هيطلع فوق، احرك بس حركة بسيطة يتحرك كش ملك مات. وتعالى نشوف اللغز رقم 4 والأخير معانا. اللغز ده تقييم اللاعبين فوق ال2000. الدور دلوقتي على الأسود. لو جينا برضو حللنا الموقف هنلاقي عساكر الأسود كلها خلاص هترقي، لكن في هنا للأبيض طابية ماسكة العسكري ده، وطبعا الفيل مهدد برضو العسكري ده، كمان الملك مهدد الطابية. فاحنا عايزين حل يمنع التهديدات دي كلها، كمان الأسود يكسب. فالحل اللغز ان احنا هنرقي ونجيب وزير للاسود، الابيض هياكل عادي جدا، وبعد كده الاسود ياكل الطابية، والملك الابيض ياكل العسكري عادي جدا، ويبقى بعد كده في فرصة للاسود انه يوقف العسكري من الحركة عن طريق نقلة الطابية في ال A1. دلوقتي ده اللغز رقم 5، طبعا الدور للاسود، وده كان اللاعبين ما بين 1800 و 1900 التقييم بتاعهم. فاللي يعرف الحل ياريت يكتب في التعليقات. بس طبعا مش هننسى الفيديو اللي فات، اللغز رقم 5 المفروض هنحله في الفيديو ده. هو هنا دلوقتي الدور على الاسود، عاوزين افضل نقلة. طبعا الحل ان احنا هنجيب بالطابية في مربع الاف 7 علشان نكون رابطين الحصان مع الملك. طيب بعد كده تعال نشوف، هو اتحرك بالطابية، بعد كده هنحاول نرقي بعد كده العسكري. حتى بعد كده لو الملك اتحرك هجيب وزير عادي جدا، طابية هتاكل، هاكل بالفيل بكش هياكل، اكل انا الحصان، وهيبقى كده معايا تفوق بالطابية. بس هو ده كان حل لغز الفيديو اللي فات. يا رب يكون استفدتوا من الفيديو ده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وفي امان الله، مع السلامة.